ركز في الصورة دي كده، هتلاقي مختار ديكابي لاعب فالنسيا مش بيتصور معاهم، يا ترى ليه؟ المهم القصه بترجع ل 2021 اثناء مباراه فالنسيا وقادش، لما كالا لاعب قادش وجه اهانه عنصريه لديكابي، ده اللي خلى لعيبه فالنسيا تخرج من الملعب تضامنا مع زميلهم، لكن ديكابي طلب منهم ينزلوا ويكملوا، وفعلا نزلوا بس بدون ديكابي اللي طلب التبديل لانه كان محطم نفسيا. وللاسف الاتحاد الاسباني ما اخدش اي رده فعل تجاه اللي حصل، والموضوع عدى عشان تمر الايام وجمهور فالنسيا يطلق هتافات عنصريه على فينيسيوس جونيور، وديكابي يتضامن مع فيني ويرفض التصرف ده، عشان بعد الازمه دي وخاصه في ماتش ريال مايوركا وفالنسيا ينزل الفريقين والحكام ويقفوا ورا لافته مكتوب عليها العنصريه خارج كره القدم. ورغم رفض ديكابي العنصريه الا انه ما شاركش ولا وقف معاهم، لانه بيشعر بالظلم وبيحس انه مش بياخد نفس الدعم اللي بياخده فينيسيوس لما تعرض للعنصريه، لان الاتحاد الاسباني ما اخدش اي اجراء في واقعته زي ما عمل مع فينيسيوس جونيور. ايه رايك؟ ديكابي عنده حق ولا لا؟